المعصية أحيانا بتكون البداية للطريق الصحيح، ولو أنت مستغرب من ده فخليني أقول لك عالم مفاجأة. تفتكر إيه أكتر حاجة المفروض إنك تندم عليها في حياتك؟ فلوس مثلا، ولا شهرة، بنت كنت بتحبها واتجوزت غيرك، ولا وظيفة كنت بتتمناها وما كانتش من نصيبك؟ جامعة مثلا كان نفسك تخشها ومجموعك ما جابش، ولا إنك أهملت المذاكرة عشان كده ما جبتش مجموع؟ كل اللي أنا بقول لك عليه دوت ندم مشروع ومش حرام، لكن إيه أهم حاجة ممكن تندم عليها ومستحيل تعوضها؟ هقول لك، بس تعالى معايا كده وتخيل نفسك واقف يوم القيامة وبتتسأل سؤال خطير جدا: أنت عملت إيه بعمرك وعملت إيه بصحتك؟ وقعت في معاصي قد إيه؟ اللحظة دي ممكن تكون أكتر حاجة تندم عليها لو ما جهزتش إجابة من دلوقتي. في الفيديو ده إن شاء الله أخليك مستعد للسؤال، بشرط تركز معايا وطبعا تسمع الفيديو للنهاية، ماشي؟ لأننا هنتكلم بشكل مبسط عن أكتر 3 حاجات ممكن تندم عليهم في حياتك، فخليك معايا للنهاية عشان اللي هتسمعه ممكن يغير حياتك كليا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. أولا، قيمة العمر. أنت أحيانا أو دايما بتنسى إن كل دقيقة بتعدي عليك مش هترجع تاني، وكمان مش بتفكر هل إحنا بنستغل وقتنا زي ما المفروض إننا نستغله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من ضمنهم عن عمره فيما أفناه. يعني حياتك بالكامل وكل لحظة فيها هتتحاسب عليها. دلوقتي فكر معايا كده، وقتك بيروح على ايه؟ سوشيال ميديا ومسلسلات، ولا كلام مع بنات وخروجات وحاجات زي دي، ولا حاجات تقربك من ربنا؟ بعد ما فكرت لو لقيت حاجة ما تبسطكش، خليني اقول لك ان الخبر الحلو يا معلم انك لو بدأت من النهارده رحلة التغيير ان شاء الله هتقدر تستغل كل لحظة جاية. تعالى ما تخافش، اقول لك حاجة. تخيل كده ان في شخص دلوقتي بيتمنى بس دقيقة واحدة يرجع فيها للدنيا، يذكر ربنا ويستغفر ويعمل عمل صالح، والدقيقة دي معاك انت دلوقتي. ثانيا، نعمة الصحة. فكر معايا كده، لو صحتك راحت هتقدر تعمل اي حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في ناس كتير مش بتحس بقيمة وقتها ولا صحتها إلا لما تخسرها، وطبعا أنا مش عايزك تكون واحد منهم. المشكلة إن إحنا بنفكر إن الصحة والوقت دول حاجة عادية وهتفضل معانا دايما، لكن الحقيقة إنها كنز. يعني مثلا لما تكون قادر إن أنت تتحرك وتروح أي مكان أنت عايزه من غير ما حد يشيلك أو يسندك حتى، كنز ده ولا لأ؟ لما تكون عندك القدرة إن أنت تصلي وجسمك سليم، مش بتصلي على السرير وأنت نايم أو بتصلي بعينك، كنز ده ولا لأ؟ لما تكون قادر إن أنت تشتغل وتكتسب المال بنفسك من غير ما تكون محتاج اللي يعطف عليك لأنك عاجز، كنز ده ولا لأ؟ أو إنك تكون قادر تخرج مع أصحابك، كنز ده ولا لأ؟ فلازم تعرف إن ده فضل كبير ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى عليك اسمها الصحة، وربنا اداها ليك ببلاش. ده بالنسبة للصحة. طب بالنسبة للوقت فأنت لسه عايش، لكن غيرك مات وما يقدرش يصلح اللي فرط فيه وضاع منه. استغل وقتك صح. فلو أنت مستني إشارات عشان تبدأ تهتم بنفسك وصحتك ووقتك، فدي شرط ليك، ملكش حجة بعد كده. أصعب حاجة إنك يكون عندك حاجات كتير جدا نفسك تعملها بس صحتك ما تسمحش، فلازم تستغلها دلوقتي قبل فوات الأوان. لو وصلت للنقطة دي في الفيديو فبجد شكرا ليك على اهتمامك ووقتك. يا ريت تكتب لي في التعليقات عشان أعرف الأصدقاء المتميزين اللي زي. طبعا يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. تالت حاجة الحقيقة تستحق الندم هي لحظة المعصية. طبعا دي لحظة احنا كلنا عارفينها ومرت علينا كلنا وانا اولكم، بس على فكرة خلينا الفت نظرك لحاجة: ان المعصية احيانا بتكون البداية للطريق الصحيح. ولو انت مستغرب من ده فخليني اقول لك عالم مفاجأة. انا اول سلوكي للطريق الصحيح بدأ من معصية، وعامل لك فيديو خطير عن الموضوع ده هحكي لك فيه ببساطة عن قصة التزامي وتغيير حياتي. فلو انت مهتم بالموضوع دوت اكتب لي في التعليقات عشان اعمل لك الفيديو. نرجع ونقول ان لحظة المعصية هي اللحظة اللي الشيطان بيوسوس لك فيها ويقول لك: يا عم هي مرة ذنب واحد وانت في الاخر بشر وربنا غفور رحيم، ما جاتش على الذنب ده يعني. اللحظة دي بقى يا معلم بتكون نقطة تحول كبيرة ليك، لانها بتدخلك في مرحلة خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه
نكتة سوداء. طب يعني ايه يا عم الكلام دوت؟ يعني اي ذنب انت بتعمله بيأثر في قلبك وبيخليه بالعامية كده وببساطة يزداد قسوة وطلبا للشهوات والذنوب. فالمشكلة بقى يا معلم اننا بنستهين بالمعصية رغم ان هي في الحقيقة اللي بتبعدنا عن ربنا خطوة بخطوة. خد بالك من الكلام الخطير ده وافهمه كويس عشان هيكون هو سلاحك في مواجهة نفسك وشيطانك. لو حسيت بقى ان الذنوب بتتراكم عليك او تقدر تقول كده محوطاك من كل مكان، تعمل ايه؟ حل بسيط، توب. توب كتير. التوبة هي الحل. توب دايما، ربنا دايما فاتح بابه للتائبين، فخش معاهم قبل ما يتقفل الباب وانت بره. تخيل معايا كده ان كل ذنب انت بتعمله ومش بتتوب منه بيكون زي باب بيتقفل بينك وبين الرحمة. فهل فعلا هتسيب الابواب دي مقفولة؟ الحاجة الرابعة اللي معانا النهاردة هي لحظة الغضب وكيف ان احنا نتحكم في الغضب. لازم تعرف ان الغضب هو اسرع طريق للندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لا تغضب، ووصاه ده 3 مرات. طب ليه؟ لأن الغضب بيخلينا نتصرف من غير عقل وقراراتنا بتكون غلط تماما. طيب يا سيدي ايه الحل لما نغضب؟ أول حاجة استعذ بالله من الشيطان الرجيم. تاني حاجة غير وضعك، يعني مثلا لو انت قاعد اقف، ولو انت واقف اقعد. تالت حاجة وهي الوضوء، يعني تتوضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المية بتطفي نار الغضب، ودي نصيحة لازم تجربها. افتكر معايا كده كم مرة خسرت علاقة أو قلت كلمة بسبب الغضب وندمت عليها بعد كده؟ أنا قلت لك على الحل، جربه. النهاية بقى يا كبير عايزك تعرف إن الصحة والوقت والتحكم في النفس هما المفاتيح التلاتة لحياة ناجحة وقريبة من ربنا. صدقني كل لحظة بتعدي هي فرصة جديدة إنك تبدأ من الأول، واوعى تفكر في اللي فات، فكر بس في اللي جاي. ربنا ادانا العمر ده عشان نستغله، وادانا الصحة عشان نخدم بيها دينه، وكمان ادانا الفرص عشان لما نغلط نرجع له. فدلوقتي بعد اللي انا قلته ليك دوت القرار بقى في ايديك انت، فتبدأ تعمل باللي احنا قلناه او تهمله خالص كأنك ما سمعتوش. بس انا عارف انك ان شاء الله هتبدأ من النهارده، ولا انت ليك رأي تاني؟ هنا بقى يا بطل احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وانا لأول مرة ليا عندك طلب. لو الفيديو ده فادك ب1% بس اعمل له لايك عشان يوصل لغيرك، واشترك في القناة عشان يوصل لك انت كل جديد. ولو عملت بقى شير الفيديو على الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام دوت، ياه بص تبقى عملت معايا فوق الصح. دمتم بخير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.